السؤال ده حلو قوي. هل في إعادة لعمليات جراحة التجميل؟ يعني مريضة عاملة عملية ونعمل لها ريفيجن أو إعادة؟ طبعا، ده موجود وفي الدنيا كلها. نسبة التصليحات في جراحة التجميل بتتراوح من 5% ل 25%. ياه، 25%! يعني ربع الحالات اللي الدكتور بيعملها يعيد التصليحات فيها. الكلام ده بيحصل لو نواب صغيرين او مساعدين صغيرين دخلوا اشتركوا في العملية، هتبقى نسبة الريفيجن عالية، ربع الحالات، ودي نسبة كبيرة قوي. ودي ما بتحصلش في الشغل البرايفت، الشغل الخاص، دي ممكن تحصل في المستشفيات التعليمية. لكن الجراح اللي عنده خبرة كويسة، ده نسبة الريفيجن او التصليحات عنده بتتراوح تقريبا من 4-5% لحد 8-9%. بتعتمد برضو على درجة مهارة الجراح، وبتعتمد في جزء كبير على نوع العملية. في عمليات الريفيجن ريت فيها ممكن يبقى اعلى من عمليات تانية. زي ايه؟ يعني مثلا عمليات تكبير الثدي ما فيهاش ريفيجن، عملية سهلة بسيطة، حط حشوة السيليكون وخلاص، ما فيهاش اي مشكلة خالص. لكن عملية النحت لما نيجي نشفط او نشد او نقص، نص يمين غير نص شمال، شفطت من هنا 2 لتر، من هنا كانوا 2 لتر، بس خلايا اتكسرت اكتر، فممكن بعد ما النتيجه النهائيه تظهر تلاقي في حته سنه اعلى من التانيه. المريض بيبقى مبسوط من نتيجه العمليه، نتيجه العمليه عجباه، بس بتبقى في حتت ما وصلش لسه للاوبتيمم، ما وصلش لاحلى نتيجه نفسه فيها. والجراح لو بيحب شغله وعنده ضمير وبيتعامل مع المريض بتاعه كأنه بيرسم لوحة فنية، هو من نفسه يقول له أنا عايز أظبط الحتة دي، الحتة دي عالية عن الحتة دي، الأرنبة مثلا عايز أرفعها سنة، الفتحة عايزة أظبطها. الكلام ده مهم قوي في شغل جراحة التجميل، المريض يبقى عارفه. لأن ماشي، عندنا نسبة 95% من المرضى بيخش يعمل عملية وانس مرة واحدة، في 5%، يعني من كل 100 حالة في 5 حالات أنا ممكن أعمل تاتش، ممكن أعمل رتوش. فالسؤال اللي مبعوث اللي هو هل الدكتور الشاطر يسوي إعادة؟ الدكتور الشاطر يسوي إعادة، بس تبقى نسبتها قليلة، والغرض منها الوصول لأحلى نتيجة، إن اللوحة تبقى مكتملة. ويومكم سعيد.